ما تيجي اقول لك على اشهر كلب بلدي في مصر بل والعالم كله. طبعا مش اشهر من الكلب اللي انت تعرفه. شفنا في خلال الساعات الماضيه اللي فاتت كلب عمال بيتجول على الهرم الاكبر هرم خوف. بيني وبينكم كده الكلب ده زهق من البشريه تحت، فقرر يطلع يشم شويه هوا جمال بعيد عن البشر ويشوفهم بحجمهم الطبيعي. قال لك بس هطلع في قمه هرم خوف. المهم في سايح اسمه مارشال مشي، وعندما كان يحلق عمك مارشال فوق اهرامات الجيزه بيبص بيعمل زوم كده، لقى الكلب على قمه الجبل عمال يبوح على الطيور اللي طايره فوق الهرم. اخونا مارشال ده زي ما تقول كده عرق الانسانيه خده. قال لك لما راح اتعاطف مع الكلب وانقذه، بس الكلب زي ما انتم عارفين مارشال وهو راكب الطياره الشرعيه كده وبيقرب من الكلب علشان يروح ينقذه، بيبص لقى الكلب سابقه تحت قبل ما هو يوصل للارض. قلت لكم الكلب مصري يا جدعان. الحوار حلو وعجب مارشال، راح جاي مجمعه فيديو وقصه وراح جاي منزله عنده على التيك توك. ده الفيديو فايرال وطلع ترند وكل الناس اتفرجت عليه. انت متخيل انه حته كلب لا وبلدي كمان عمل دعايه لمصر وخلاها تلف العالم كله ووصل للعالم صوره عن مصر احسن من اجدعها انفلونسر او ممثل. يا خوفي بعد الفيديو ده السياح بدل ما يتصوروا مع بالهول يتصوروا مع الكلاب البلدي سيلفي.